خلونا نوريكم هذه الإيطالية اللي حصلوها العيال تلفلف لحالها في حايل. هلا والله ناجي. يا هلا ابو حسن. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. هذه الإيطالية تقول لي جاية الحالة ابو حسن تفر العالم كله مع سيارة. طلعت بالامريكا 8 سنوات، طلعت في افريقيا سنتين، وجاي احلى السعودية. جت الحايل قبل اسبوعين تقريبا وعزمناها وطلعنا بسلمى وجاز لها الوضع. طلعت للعلا ورجعت، راحت للسكاكا ورجعت. والحالة رحالة. أقول هي الحالة كلها رحالة الحالة. الله الحالة. كلها مدة الحالة. وين لفت الديار؟ وين راحت هي؟ بالسعودية ولا لا برا يعني؟ أنا بالدول. أنا سألته قلت له وش كثر الدول اللي رحتي له؟ كانت أسهل لك قل لي وش الدول اللي ما رحت له. لأنها أبو حسن هذه عمرها الله يستر عليه 81 سنة، ومن يوم عمره 17 تسافر. من صار عمره 31 طلعت الرحلات الطويلة هذه اللي بالسيارة. يعني لها الآن 50 سنة رحالة، 50 سنة وهي طالعة من بلد لبلد. تقاعدت من التعليم، مدرسة، تقاعدت وطلعت بسيارتها تتمشى. طيب خلنا نسأل سؤال، وش الدولة اللي مستحيل ترجع لها ثاني مرة؟ Juliana, he asked you which country you will never go back. Which, like you've been everywhere in the world, which country you said I will never go back? For some reason, I'm not going to ask you why, but which country? Yes. No, I would say that no country. I would say that I never go back. تقول لا، تقول ما في دولة راح أروح. أنا قلت له قولي لي دولة ما راح أقول ليه، بس قولي لي. قالت لا ما في دولة، أني ما مستحيل أرجع لها مرة. But I know that some country I will never go back because they are not near and there are not so many things interesting to see. But not because I don't want to go there. تقول بعض الدول مستحيل أرجع لها لأنها بعيدة ولأنه ما في أشياء كثير عشان تشوفها، بس مو لأنه في موقف أو شيء لأني ما حبيته ولا شيء، لا. كل الدول اللي رحت لها استمتعت فيها. وش المتعة هي؟ هل هي استكشاف يعني فقط؟ What's the more interested you when you travel? What's the thing that interests you like when you travel? Something that interests you like what do you like more? Like you like culture, you like the old building. What's the thing that interests you? Normally I like very much the nature. nature. تحب الطبيعة. And the animals. الحيوانات. تحب تستكشف الحيوانات. I like the life of the سبحان animals. الله. And then also archaeology. تحب الأشياء. Also the people and the culture of the people. تحب الناس وثقافة الناس يعني. The way of doing. كيف يعيشون حياتهم. كيف يعيشون حياتهم، كيف التعامل مع الناس يعني.